اهلا بيكم مع اخبار النادي الاهلي اليوم. خبرنا الاول: تعرف على المقابل المالي اللي الاهلي حسم به صفقة ياسين مرعي. حسم النادي الاهلي صفقة ياسين مرعي بنفس المقابل اللي نادي الزمالك حسم به صفقة احمد شريف، وهو 35 مليون جنيه. ضم الزمالك لاحمد شريف ساعد النادي الاهلي بقوة في حل الازمة المالية في المفاوضات ما بين الاهلي وفاركو لضم ياسين مرعي، لان احمد شريف مهاجم المفروض يكون اغلى من المدافع، فبالتالي تم حسم صفقة ياسين مرعي ب 35 مليون جنيه. خبرنا الثاني: تعرف على مصير اشرف داري الحالي مع النادي الاهلي. اشرف داري بيمتلك عروض بالفعل من الدوري السعودي والدوري الاماراتي والدوري القطري، ولكن حتى الان الاهلي لم يستقر بشكل نهائي على بيعه، نظرا لان العروض دي ليست مناسبة من الناحية المالية. خبرنا الثالث: بيراميدز يعلنها لا توجد نية لرحيل محمد الشيبي. أكد نادي بيراميدز على أن محمد الشيبي حتى الآن لن يرحل، وأن اللاعب مستمر ومرتبط بعقد وجدد عقده لمدة 3 سنوات، ولا توجد أي نية لرحيله. خبرنا الرابع: تعرف على هل يتعاقد الأهلي مع أحمد حجازي. أكد مصدر من داخل النادي الأهلي على أن أحمد حجازي كان عليه مفاوضات شفهية، ولكن حتى الآن لا توجد أي مفاوضات رسمية، نظرا لأن أحمد حجازي متمسك بالاستمرار في الدوري السعودي وفي نادي نيوم السعودي على الأقل في الموسم القادم. يعني ممكن بعد الموسم اللي هو بعد القادم، يعني في صيف 2026 ممكن ينضم للأهلي. خبرنا الخامس: صحيفة الراية القطرية أحد أندية قطر يتفاوض لضم أشرف داري. أكدت صحيفة الراية القطرية على أن أحد أندية الدوري القطري قدم عرض للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع أشرف داري في الميركاتو الحالي، وهناك مفاوضات على ضمه.